خبير سياحي: ليالي أسوان في الصيف أجمل من الساحل الشمالي، يكفي إنها خالية من الرطوبة. خبير سياحي بيسأل: هي ليه أسوان بتقفل في الصيف وبتفتح في الشتاء رغم إن أسوان ما فيهاش رطوبة اللي بتخنق الناس في القاهرة والوجه البحري؟ الخبير السياحي أحمد جمعة عضو غرفة السياحة بأسوان بيقول: أنا بسأل السؤال ده وأكيد اللي شغالين في السياحة فاهمين أنا أقصد إيه. فيه انطباع الناس واخداه عن أسوان إنها لا تطاق في الصيف بسبب حرارة الشمس، مع إن الصيف أصعب في مدن الوجه البحري عن أسوان بسبب الرطوبة، واللي بيخنق الناس في الصيف هي الرطوبة ومش حرارة الشمس، وأسوان ما فيهاش رطوبة. يعني انت لو رحت دبي مثلا هتلاقيها أكتر حرارة من أسوان، لكنها بتستقبل سياحة طول العام. أحمد جمعة بيقول إن الفرق بين أسوان ومدينة دبي إن هناك في تسويق محترف ودعاية اتصرف عليها مليارات من خبراء بجد، لكن احنا هنا بقى في مصر ممشيينها بالبركة مش بالاحتراف. علشان كده هتلاقي الساحل شغال صيف وقافل في الشتاء، وأسوان فاتحة في الشتاء وفي الصيف أبوابها مقفولة. يعني مش هتلاقي فيها لا سياحة داخلية ولا سياحة خارجية، مع إن أسوان ما فيهاش الخنقة بتاعت رطوبة الصيف. كل الحكاية سخونة الشمس اللي ممكن تتغلب عليها إنك تخرج بعد العصر تقضي أحلى سهراتك على نيل أسوان الجميل بدون رطوبة. هو في حاجة اسمها أسوان محدش يروحها غير في الشتاء بس؟ طب ده برضو وضع ينفع في بلد سياحي من الدرجة الأولى؟ أسوان أجمل وأرخص من الساحل. تعالوا أسوان هتقضوا معانا أحلى ليالي صيفية، وعلى مسؤوليتي وعلى وزارة السياحة أن تنتبه لذلك، ده لو عايزة تشتغل صح وتروج للسياحة في مصر بطريقة احترافية. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.